لو ليك شقة وسبتها مقفولة واتفاجئت إن هي اتباعت للغير، لأ وكمان ناس سكنت فيها، تعال أقول لك تتصرف إزاي. عمليات النصب والتصرف على الوحدات السكنية المغلقة انتشر بشكل كبير، وخاصة مع تردد الأجانب لمصر واحتياجهم لشقق سكنية، ادت الفرصة والمبرر للسمسار والبواب ومكاتب المطورين العقاريين للتعامل والتصرف في الوحدات السكنية بدون غير وجه حق، وكمان يفرضوا على المالك وضع مادي ويقننوه، سواء ان هم يرفعوا دعوى صحه توقيع لو كان التصرف بيع، او اثبات تاريخ في الشهر العقاري لو كان التصرف ايجار، وكمان استصدار قرار من المحامي العام باستمرار الحيازه عشان يقننوا وضعهم الغلط، ويقع هنا المالك في ابتزاز من الغير عشان يسترد حقه. وطبعا الغير هنا ظهر مظهر المالك عن طريق توكيل مزور بيدعي صدوره من الشهر العقاري، او توكيل كان المالك عمله للغير وتم الغائه، وحرر عقود ايجاريه او ابتدائيه او نهائيه من غير ذي صفه، وطبعا عمل تسليم وهمي لخلق حيازه وهميه يقدر يحميها قانونا. وللاسف ان كل الخطوات دي بتتم بدون علم المالك وبعد استقرار الوضع اصلا اللي كان غلط. ولو اتعرضت للموقف ده على طول بتحرر محضر في اسم الشرطه اللي انت تابع ليه، وترفع دعوى طرد للغصب تقدم فيها تسلسل ملكيتك وهتكسبها من اول جلسه. اما بقى تاخد حقك ازاي من النصاب ده بيختلف وفقا لطريقه النصب اللي اتعرض اليها. لو اتعرضت لموقف مشابه او موقف مماثل تواصل معنا في الكومنتات او في الرسائل، وهنبدا نفيدك بالحل القانوني اللي تحمي بيه شقتك قبل ما الواقع يتحول لكابوس.